هي دي الريديفاك، درنها من اهم الدرانق اللي احنا بنستخدمها كجراحين. مهمتي النهارده ان انا اعرفك هي الدرنقه دي بتتعامل ازاي، لانها تعتبر عينينا كجراحين. طول ما هي مكبوسه الكليبس ده مفتوح، طول ما هي شغاله. مهمتها ان هي بالخرطوم بتاعها اللي تحت الجلد، ان هي بالاخرام تمتص كل السوائل اللي تحت الجلد. الخط الاسمر دوت بيكون هو الخط اللي عنده فاصل ما بين الدرنقه المخرمه تحت الجلد والدرنقه المصمطه اللي فوق الجلد، موصوله بالجهاز من خلال الوصله ديت. متاكد ان مفيش اي حاجه سدها. لما الكليبس ده يكون مفتوح، لما الدرنقه تكون مكبوسه، يبقى هي شغاله. ليه هي بتتفرد؟ بص، لو احنا جينا فكيناها كده الضغط هيروح وتتنفخ زي الاكورديون. عشان تكون شغاله لازم تكون مكبوسه. ولما نيجي نفضيها، قبل ما نفضيها في عداد هنا هو عليه ارقام. زي ما احنا شايفين الارقام دي، مهم جدا ان احنا لما نيجي نقراها وهي مفروده. بعد ما نفضيها نقوم نكبسها تاني، ونقوم نتاكد ان احنا قفلناها كويس. وما ننساش نفتح الكليبس بتاعنا تاني. بنفضيها ازاي؟ نقفل الكليبس، نفتح، نقرا العداد، نفضي، نقوم نكبس تاني، نقفل، نقفل كويس، نفتح الكليبس. كده بقت شغاله. مهم ان احنا نروح في ميعاد المتابعه بتاعتنا، عشان في ميعاد المتابعه بتاعتنا الدكتور هيتاكد ان مفيش اي حاجه سادة من الخرطوم، يتاكد من الكميات اللي طلعت في الفتره اللي سمح لنا بيها بان احنا نتابع الدرنقه مع نفسنا. وفي نفس الوقت لو في اي سبب سادد الدرنقه هيتعامل معاه بدري. مهم جدا ان احنا نبعت للدكتور بتاعنا الكميه، ولو في اي ملاحظات بخصوص اي تسريب او ان الدرنقه بتتنفخ رغم ان احنا بنتبع الملاحظات اللي احنا قلنا عليها، ان ده هيفرق جدا في نتيجه العمليه. اي سوائل بتتجمع تحت الجلد بتبقى راكده وبتؤدي لالتهابات وعدوى، وحاجه احنا في غنى عنها وبتاخر الاستشفاء. لما نتبع التعليمات بتاعتنا بنوصل لافضل نتيجه. الدرنقه انواع كتير. الدرنقه عينين الجراح لما بنيجي نحطها مش بنحطها عشان نضايق العيان، دي بتكون امان ليه. مش معنى كده ان احنا اللي ما ركبنا لهوش ان ده مشكله. الجراح بيكون عارف الحاله اللي تستدعي والحاله اللي ما تستدعيش، وده زيادة احتراز وزيادة أمان. وجودها شيء كويس، وعدم وجودها مش معناها إن الجراح استخسر فيه. كل حالة وليها السيناريو بتاعها اللي الجراح بيقيمه يوصل لأفضل سيناريو.